الفيديو ده خلينا نكمل مع بعض كده القصه بتاع الكوميكس ذا بويز، ومن غير ما نطول في الكلام كتير خلينا نبتدي على طول. خلاص كده فيديو النهارده احنا بنوصل للنهايه. وفي الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا شويه عن الاحداث اللي حصلت بعد كل اللي حصل، لكن عندنا الكشف الكبير او المفاجاه الكبيره، وهي فكره ان كان في الاساس اتنين هوملاندر. كان عندك هوملاندر اللي احنا نعرفه، الراجل اللي لابس البدله اللي شكلها امريكاني وكل حاجه، وفي نفس الوقت كان في بلاك نوار اللي طلع في الاساس نسخه مستنسخه من هوملاندر لكنها اقوى منه. وكان الهدف من تصميم بلاك نوار انه يفضل موجود علشان يسيطر على هوملاندر او يتخلص منه لو في يوم من الايام خرج عن السيطره او بدا يعمل مشاكل. وبالتالي كل الحاجات الوحشه اللي كنا فاكرين ان هوملاندر هو اللي عملها طلعت في الحقيقه من فعل بلاك نوار. بلاك نوار كان تقريبا فقد عقله وبدا يعمل كل الحاجات دي بنفسه. والنتيجه النهائيه لكل ده مع انهيار مجتمع السوبر هيروز وموت هوملاندر وموت كمان بلاك نوار وكل الشخصيات دي، الدنيا كلها تقريبا انهارت. والناس بقت عارفه الحقيقه كامله عن السوبر هيروز، يعني القصص اللي كانت بتتكتب في الكوميكس عنهم ما كانتش حقيقيه اصلا. الحقيقه ان السوبر هيروز بالشكل اللي كانوا موجودين بيه في عالم ذا بويز اتعملوا عن طريق شركه فوت وكمان كومباوند في. والفكره الاساسيه ورا الموضوع ده كله كانت ان هم يضمنوا وجود السوبر هيروز كجزء من عقود الدفاع الامريكيه، وبالتالي شركه فوت تقدر تستحوذ على كل الفلوس الضخمه اللي موجوده في عقود الدفاع دي. ومن هنا بقى بنرجع تاني لشخص يسمى فوز، ولو فاكرينه فهو كان جزء من الخطه الخماسيه اللي كان بشكل اساسي فريق السوبر هيروز بتاع روسيا. المشكله هنا ان فوز كان بيتضرب حرفيا وبيتفكك حته حته. في واحد كان معلقه من سلسله وبيفضل يعايره ويقول له حاجه بمعنى كان المفروض تفضل بعيد عن الموضوع ده يا راجل، وما كانش ليك دعوه اصلا بكل اللي بيحصل. وفجأة بعد ما صاروخ ضربه وعمل فتحة ضخمة في جسمه بنكتشف إن الشخص اللي كان بيقتله في الأساس هو بيلي بوتشر. أيوة، بيلي بوتشر هو اللي قتل فوس. ومن هنا بنرجع لهيوي وبنعرف ان في تحقيق كبير جدا بيحصل في الكونجرس ضد شركه فود، وعشان كده الناس بدات تسال الموضوع ده وصل لفين بالظبط. يعني المجتمع تقريبا فقد الثقه في شركه فود، وكل الناس بقت عاوز تعرف حجم اللي حصل فعلا ومدى انتشار الموضوع. وفي وسط كل ده هيو بيرجع يقابل باقي اعضاء ذا بويز، يعني بيلي بوتشر وكمان ام وفرنشي، وبيوصلهم لفكره ان خلاص احنا انتهينا. الهدف من كل اللي عملناه كان اننا نخلص على مجتمع السوبر هيروز وننهي تاثير شركه فود، ونضمن ان السوبر هيروز نفسهم يختفوا تقريبا من الصوره. والغريب ان الباقيين كلهم بيوافقوه. يعني ام عنده مشاكله مع بنته ومراته اللي كانت قبل كده، وفرنشي عنده حياته وعيلته، وفي ميلا عندها قصتها ومشاكلها الخاصه. فكل واحد فيهم تقريبا بيقول ايوه يا جماعه احنا عملنا اللي علينا، خلاص كفايه كده وقتنا هنا انتهى، ودلوقتي بقى كل واحد فينا يكمل حياته. لكن في اللحظه دي بيلي بوتشر بيظهر، وبوتشر طبعا مش واخد باله اصلا من ان باقي الفريق عاوز يسيب كل حاجه ويمشي. بالنسبه لي الدنيا ماشيه عادي جدا وكأن مفيش اي حاجه حصلت، وبيروح لي هو بيقول له على فكره يا هوي انا هخليك نائب القائد زي ما انت طلبت. وفي البدايه الموضوع بيبان عادي جدا، يعني ماشي هو هيبقى الراجل التاني في مجموعه اساسا ما فيهاش نظام قياده حقيقي غير ان بيلي بوتشر هو اللي ماسكها. لكن القرار ده في الحقيقه كان ليه تاثير اكبر بكتير، لانه بدا يعمل شرخ حقيقي جوه الفريق، وده كان بالظبط اللي بوتشر عاوزه. هو عمره ما كان اضعف واحد في الفريق، لكن كان واضح جدا ان عمره ما كان عنده نفس الاستعداد النفسي اللي عند الباقيين. يعني هو ما كانش عنده نفس القدرة على قتل الناس أو تعذيبهم أو عمل الحاجات البشعة اللي الباقيين كانوا متعودين عليها. وفي الأساس هيو ما كانش حتى عضو رسمي في ذا بويز من البداية، على عكس ام اللي كان موجود تقريبا من أول يوم، ونفس الكلام بالنسبة لباقي الأعضاء. التلاتة دول كانوا فعلا موجودين بقالهم وقت أطول بكتير من هيوي. فعشان كده لما بوتشر عين هيوي نائب القائد الباقيين بيبتدوا يبصوا له بطريقه مختلفه، وبدل ما القرار يقربوا من بعض هو في الحقيقه زود الخلاف بينهم اكتر. وفي النهايه الفريق بيبدا يتفكك، فكل واحد تقريبا راح في طريقه وكل واحد بدأ يعمل اللي هو عاوزه، وده سبب بيلي بوتشر لوحده تقريبا يعمل اللي هو شايفه مناسب. وفي نفس الوقت عندك ستارلايت اللي بتقرر انها تبعد. هي بتقول ان مع كل اللي بيحصل حوالين السوبر هيروز وان كل الناس تقريبا كده بتدور عليهم، فهي هتختفي شويه تستخبى وتعيش بعيد عن كل ده. بمعنى كده انا راح اعيش بعيد واعمل اللي انا عاوزاه ونشوف بعض لما نشوف بعض بقى ايا كان في اي وقت بالظبط. والحقيقه ان ده كان يعتبر متوقع من زمان. علاقه هيو وستارلايت كانت واقعه على الارض بقالها فتره طويله جدا، وما كانش باين ان في اي طريقه حقيقيه ان هم يرجعوا زي الاول. فبعد كده هيوي بيروح يزور ذا ليجند وبيبتدي هنا يساله عن اللي بيحصل. بيقول له تقريبا بص انا جالي مسج من فوز، احنا عارفين ايه اللي بيحصل ليه. لكن الحقيقه ان محدش كان عارف. فوز كان مختفي بقاله فتره ومحدش عارف هو فين، واحنا طبعا عارفين انه مات، لكن الشخصيات نفسها لسه ما تعرفش. وهنا ليجند بيقرر يقول للحقيقه، بيقول ان فوز اتقتل وان محدش عارف بالظبط مين اللي قتله، لكن الراجل اتفجر وتحول لاشلاء. وهو بيبص على الرساله اللي وصلت له بيلاقي مكتوب تي 34 قتلنا، وطبعا مش فاهم الرساله دي معناها ايه ومش عارف يربطها باي حاجه. لكن واحده من الحاجات المضحكه ان ليجند بيقول له لو عايز تعرف ايه اللي بيحصل فعلا ولو عايز توصل للحقيقه ابدا اعمل شويه مكالمات. وبالتحديد هنا بيقول انه لازم يكلم مونكي. ولو فاكرين الشخصيه دي فهو الراجل اللي كان الراجل التاني تحت مديره السي اي اي،
يعني كان المساعد الرئيسي تقريبا. وبعد ما مديرة السي اي اي سابت المنصب بتاعها وبدأت تركز على موضوع الترشح لمقعد في مجلس الشيوخ، الشخص ده بقى هو اللي ماسك الامور، هو اشبه بالراجل اللي بيشيل المكان مؤقتا، زي بالظبط مدير شركه ماسك الدنيا لحد ما اصحاب الشركه الحقيقيين يظهروا ويقولوا له احنا عاوزين نعمل كذا، وده اللي بيحصل. فهو بشكل اساسي مجرد وصي او مسؤول مؤقت، لكن في نفس الوقت لسه عنده قدر كبير جدا من السيطره على تفاصيل الشغل اليوميه. وده المكان اللي هو بيبدأ فيه فعلا يتغير، لأنه بيتصل بالراجل ده وبيقول له بص يا معلم، اللي هيحصل من هنا إنك هتبتدي تديني معلومات. في البداية الشخص ده كان واخد نفسه قوي، يعني تقريبا بيقول له انت ما عندكش اي سلطة هنا ومفيش حاجة تقدر تتحكم فيها، السي اي اي تبرأت منك وكل الكلام ده. وهنا هو بيبتدي فعلا يوريه لمحة صغيرة من شخصية بيلي بوتشر، هو بيقول لي هنا بمعنى طيب قدامك حل من الاتنين، يا اما تعمل اللي انا بقول لك عليه، يا اما ارمي كل المعلومات اللي عندي في وش العالم كله واكشفهم على حقيقتهم. وواضح قد ايه انت شخص فاشل ومش قادر تدير شغلك بكفاءه، وساعتها تخسر المنصب بتاعك قبل ما حتى يكون كده بقى ليك منصب حقيقي. فانت حر بقى، العب اللعبه زي ما انت عاوز، بس في النهايه هتلعبها بالطريقه اللي انا عاوزها والا هتترمي بره. والموضوع كان عنيف جدا، وده فعلا بالظبط نوع التصرفات اللي بيلي بوتشر ممكن يعملها. الشخص ده اللي هو في الحقيقه شخص جمان جدا من نواحي كتيره، في الاخر بيضطر ان هو يسمع كلام هيو ويمشي معاه. في نفس الوقت بقى كان في حاجه مهمه جدا بتحصل مع ام، هو اخيرا بيلحق بنته. في البدايه بيبدا يقلق ويتوتر، لكنه اخيرا بيدرك ان البنت مش محتاجه حد يزعق ليها او يتخانق معاها، هي بس محتاجه حد يتكلم معاها. وفعلا الاتنين هنا بيبتدوا يتكلموا مع بعض، وهنا بنكتشف ان مش كل حاجه شكلها زي ما احنا متخيلين. لما تبص على بنت ام هتشوف بنت شكلها كانها عندها 18 او 19 او حتى 20 سنه، ولكن في الحقيقه ان هي عندها 12 سنه بس. جسمها اتقدم في العمر بسرعه شديده جدا بسبب كومباند في اللي كان موجود في جسم والدها واللي اتنقل ليها بسببه. يعني في الحقيقه هي لسه طفله عندها 12 سنه ولسه سهل جدا التلاعب بيها وتاثر عليها كمان. وده بالظبط اللي امها عملته، استخدمت البنت كوسيله علشان توصل لام وتقدر كمان تاثر عليه. وعشان كده رد فعل في البدايه كان طيب خلاص انا هروح عند امك واخلص الموضوع هناك، لكن بعد كده بنكتشف ان الموضوع ده حصل بالفعل. بعد ما الفريق بدأ يتفرق وكل واحد فعلا راح في طريق، بيلي بوتشر كان سافر لحد هناك، وبوتشر دخل المكان وقتل مرات ام اللي كانت قبل كده. ومش هي بس، ده قتل تقريبا كل اللي كانوا موجودين في الأوضة أصلا، مرة كان بيقطع راس حد ومرة كان بيخبط دماغ حتى في الحيطة وهكذا. لكن بالنسبة لبنت ام اللي حصل كان مدمر نفسيا، لأن بوتشر لما قتل أمها خد وقته جدا، يعني مسك راسها وبدأ يضرب فيها ويدمرها واحدة واحدة وبطريقة بطيئة جدا، فهي كانت حاسة بكل لحظة من اللي بيحصل قدامها. وفي نفس الوقت اللي حصل ده زرع كمية خوف مرعبة جوا ام نفسه. وهنا الأمور بقى بدأت تتغير خالص، لأن ام بدأ يدرك إن في حاجة أكبر بتحصل مع بيلي بوتشر، وإن الموضوع مش مجرد إن بوتشر بيحاول يخلص على شوية سوبر هيروز وخلاص. ومن هنا بقى بنرجع ذا ليجند وبنلاقي ان بيلي بوتشر موجود هناك، وهنا بقى بنبدا نفهم ان بوتشر بقى بينظف وراه وبيقفل كل الملفات المفتوحه، يعني ماشي من كل مكان لمكان وبيخلص على ناس واحده ورا الثانيه. واحنا مش عارفين بالظبط ليه قتل فوز، ومش عارفين كمان ليه كان عاوز يقتل ليجند، لكن الواضح ان الاتنين كانوا شخصيات عندها معلومات كتيره جدا، معلومات ممكن تكون خطيره جدا على الخطه اللي بوتشر بيجهز ليها. وعشان كده بوتشر بدا يتخلص من كل الناس اللي ممكن يمثلوا خطر على خطته. وفي اللحظه دي ذا ليجند بيحاول يهرب وينقذ نفسه، لكن في الاخر بيقع وبعدها فجاه بيموت. يعني ببساطه الراجل بيقع وبيبان كانه جاله ازمه قلبيه وبيموت في مكانه وخلاص الموضوع انتهى. بعد كده هو بيبعت ايميل لانه اخيرا بيفهم ان الرساله اللي وصلت له من فوز كانت ان هي رابط لايميل، فبيبعت ايميل وبيقول بص قول لي ايه اللي بيحصل، كلمني وفهمني ايه الموضوع ده. وفجاه بيجيله كميه معلومات ضخمه جدا، والغريب ان اللي وصل له كان عباره عن رد آلي، لان فوز قبل ما يموت كان عنده شكوك فعلا حوالين بيلي بوتشر، فعشان كده كان عامل نظام اوتوماتيكي. يعني لو هي بعت ايميل للعنوان اللي فوز بعت ليه في رساله قبل ما يموت، هو هيجي له رد تلقائي يكشف ليه كل اللي فوز كان عارفه وكل شكوكه كمان كل حاجه. وهنا الدنيا بقى فعلا بدات تسخن اكتر، لان هو بيبدا يرجع لكل اللي حصل من الاول، بيبدا يراجع الاحداث ويتصل بمانك ويتكلم معاه ويفتكر محادثه مع مالوري، ويرجع يبص على كل الاحداث حرفيا اللي حصلت لحد اللحظه دي. ومن اكتر الحاجات اللي كان مالوري قلقان فعلا منها كانت شخصيه بيلي بوتشر ومستقبله، لان مالوري كان فاهمه ان بوتشر كده شخص لازم دايما يكون عنده حرب ياخدها، لازم يكون في صراع، لازم يكون في عدو يحاربه، ولو قدر كان ممكن يفضل بيحارب الحرب دي للابد. وده بقى بسبب كميه الكراهيه والانتقام اللي جواه تجاه السوبر هيروز، وده بالظبط اللي مالوري فهمه عنه، وعشان كده حاول ان هو يوقفه ويقطع كمان الطريق عليه. واللي حصل في الاساس كان كالتالي: لما بيلي بوتشر انضم للفريق لاول مره بعد ما مالوري جابه، كان واضح جدا ان حب اللي بيعمله، هو كان عاوز يقدر يخلص على السوبر هيروز، وكان عنده ثأر شخصي كده منهم بسبب موت مراته، وكان شايف قد ايه السوبر هيروز فاسدين فعلا وقد ايه هم بيدمروا المجتمع وكل حاجه حواليهم، فكان عاوز يحاربهم لحد الموت ويفضل يحاربهم اطول فتره ممكنه. وعشان يحقق الهدف ده كان عنده خطه قديمه
كان في راجل يسمى فوجلبام، وهو الشخص اللي طور الكومباوند في، والمفروض ان بوتشر كان مكلف بقتل فوجلبام في واحده كده من اول المهمات بتاعته، لكن بوتشر ما قتلوش، بدل من كده سابه عايش وخلاه موجود كانه ورقه احتياطيه في ايده. والشخص ده كان الشخص اللي اخترع الكومباوند في اللي استخدمه ذا بويز عشان خاطر يحصلوا على قدراتهم الخارقه. وبعد كده بقى بنوصل لنقطة مهمة جدا، لما كل السوبر هيروز بدأوا يتقتلوا بالصواريخ اللي الجيش طورها مخصوص عشان خاطر تستهدفهم وتدمرهم، كان في سؤال مهم جدا، الحكومة كانت عارفة ازاي نقطة الضعف الموجودة جوه السوبر هيروز؟ ازاي الجيش عرف بالظبط ايه الطريقة اللي يقدر بيها يدمرهم؟ والإجابة هي بيلي بوتشر، لأن بوتشر كان قدر يوصل نسخة من الكومباوند في الخاصة بنينا، وهي الست اللي كانت بتبني جيش السوبر هيروز بتاعها. النسخة دي من الكومباوند في كان ممكن يستخدمها بطريقة معينة، يعني لو اتفعلت بالتردد اللاسلكي المناسب كانت تقدر تخلي رؤوس الأشخاص اللي موجودين في المكان تتفجر. بيلي بوتشر في الاساس اخذ الماده دي واخذ الجزء المعين الموجود في المخ، وبعد كده بعتها للجيش وقال لهم لو طورتوا قنابل تقدر تستهدف الجزء ده وتحدد مكان الشخص اللي موجود جواه هتقدروا فعلا تخلصوا منهم. يعني ببساطه يفعلوا الماده دي وفجاه راس الشخص تتفجر، وبالتالي الجيش يقدر يستخدم الصواريخ دي عشان يدمر كل السوبر هيروز الموجودين، وبالتالي بوتشر هو اللي كان مرتب كل الموضوع ده من الاساس. وفي نفس الوقت بوتشر هنا كان سايب فوجلبوم على الرف، بمعنى انه يخليه كده موجود كخطه احتياطيه علشان فوجلبوم بيفضل يطور الكومباوند في حتى بعد ما بوتشر اخد كل الكومباوند في الملوث اللي كان مع نينا. وبعد كده بقى كان ناوي ينشر الماده دي في كل حته في العالم ويديها لمختلف الاشخاص عشان خاطر يخليهم ياخدوا قوه خارقه، او على الاقل يستخدمها كوسيله عشان يدمر افراد مجتمع السوبر هيروز واحد ورا التاني، لان بوتشر عاوز يحارب الحرب دي للابد لو يقدر. وده في الحقيقه كان جزء من حمله كبيره جدا بوتشر كان بيخطط ليها طول الوقت، وكان جزء اساسي من خطته انه يتخلص من اي حد يعرف اللي بيعمله. فوز كان بدا يفهم اللي بيحصل، وفعلا فوز راح ورا واحد كان بيستخدم مجموعه شاحنات عشان خاطر ينقل الكومباوند في من مكان لمكان، وقدر يتتبع الراجل ده. لكن في النهايه بيلي بوتشر فهم ان فوز بيعمل ايه بالظبط، فتخلص من فوز وكمان من الراجل ده. اما ليجند فبوتشر تخلص منه لانه كان الشخص اللي كان المفروض يدي هيو المعلومات اللي كانت هتوصله للحقيقه في الاخر. يعني ببساطه بوتشر كان بيحاول يقطع الطريق على اي حد ممكن يعطل خطته من البدايه. ولو فكرت فيها هتلاقي ان اللي بيعمله ذكي جدا من ناحيته، لان اللي بيحصل في النهايه بيوصل ان ام يواجه بيلي بوتشر. مش معنى كده ان ام واجه بوتشر بسبب كل المعلومات دي بشكل مباشر، هو واجهه بسبب ان اللي بنته قالته له، لان بنته قالت ان بيلي بوتشر كان موجود هناك وانه قتل مراته اللي كانت قبل كده وكل اللي حصل. ومع الكشف عن ان بيلي بوتشر فعلا ناوي يخلي الحرب دي للابد، ام بيساله انت فعلا ناوي تكمل في الموضوع ده للابد؟ وبوتشر بيرد عليه ببساطه ايوه. وهنا بقى بنوصل للمعضله الاخلاقيه الاساسيه في ذا بويز. لما تبص على مجتمع السوبر هيروز كله، في سوبر هيروز فعلا فاسدين جدا وبيعملوا حاجات بشعه وكمان يمكن تكون مخيفه، لكن في المقابل معظم السوبر هيروز كانوا مجرد ناس عايزين فعلا يعيشوا حياتهم. هم اصلا ما كانوش عارفين شركه فود بتعمل ايه، كل اللي كانوا عارفين ان عندهم قوه خارقه وان شركه فود بتشتغل معاهم. الشركه كانت بتديهم قصص معينه وتقول ليهم روحوا المكان ده واستقروا هناك واعملوا كذا. يعني كتير جدا من السوبر هيروز كانوا مجرد ناس كويسين بيعملوا اللي هم فاكرينه صح. وعشان كده مشكله بوتشر انه مش قادر يفرق بين الناس دي، وبالنسبه ليه الموضوع ابيض واسود. لو انت بطل خارق يبقى انت شرير، لو عندك قوه خارقه يبقى انت شخص سيء، ولو ما عندكش قوه يبقى غالبا انت شخص كويس وخلاص، مش فارقه انت بتعمل ايه فعلا. لكن باقي الشخصيات بتبدا تقول استنى، الموضوع مش بالبساطه دي، الدنيا فيها تفاصيل وتعقيدات. ما ينفعش تقتل كل شخص عنده قوه خارقه لمجرد ان عندك طار او كراهيه تجاههم. وده في النهايه بيوصل لمواجهه بين ام وكمال بيلي بوتشر. المواجهه نفسها مش طويله قوي، في البدايه ام بيقدر ياخد الافضليه ويسيطر على القتال، لكن بوتشر هنا بيقدر يتفوق عليه في النهايه، ولما يفهم ام ناوي يعمل ايه بيقدر يسيطر عليه، وبعدها بياخد قنبله ويحطها قدام وشه ويفجرها. الانفجار هنا بيدمر وش ام بالكامل، ومع انه هنا لسه قادر يعيش بسبب تاثير كومباوند في، الا انه في النهايه بيتخنق وبيموت. وبكده بوتشر هنا قتل والحاجه المجنونه هنا ان بيلي بوتشر فعلا بقى بيقتل اعضاء فريقه بنفسه. بعد كده هو بيتكلم مع فرنشي، وفرنشي بيقول له يا هيو اتقتل على ايد بيلي بوتشر، واحد كمان راح، فبيبقى واضح انه لازم يكملوا ويتصرفوا بسرعه ولازم يوقفوا بوتشر قبل ما يخلص على الباقيين. ومن هنا بقى هو بيبدا يتتبع الخيوط اللي وصل ليها، وبيبدا هنا يتبع الشاحنات اللي كانت بتستخدم في نقل كومباوند في، وهي الشاحنات اللي بوتشر كان بيستخدمها عشان خاطر ينشر الماده في انحاء البلد. يعني كان بيدي الناس قوه خارقه وبعد كده يبدا يحاربهم بسبب ان عندهم قوه، وبالتالي كان بيخلق الحرب اللي هو عاوزها بنفسه. وفي النهايه هو بيقدر فعلا يتبع مكان فوجلبام، لكن لما بيوصل بيكتشف ان الشخص ده مات بالفعل، وده معناه ان الشخص ده كان خلاص دوره انتهى. بعد كده هو بيتلقى مكالمه من بيلي بوتشر بيبدا يكلمه بطريقه غريبه جدا وبيقول له حاجه بمعنى ايه الاخبار، حسابك بيفصل ويرجع، انت تحت في المعمل ولا ايه؟ لكن المشكله ان بوتشر كان عارف بالظبط هو موجود فين، ودي واحده من اهم اللحظات في القصه دي، لان الاتنين بيتكلموا شويه وفي وسط الكلام بوتشر بيسال هيو طيب انا عرفت ازاي انت موجود فين؟ هيو بيرد عليه عشان انت بتكلمني على التليفون. بوتشر بيقول له لا، انا قصدي عرفت ازاي انك موجود في البيت ده تحديدا،
عرفت ازاي انك موجود في المكان اللي كان كومباوند في متخزن فيه قبل كده، المكان اللي كنت مخلي فوجل بوم يطور فيه كومباوند في بتاعي. وهنا بقى هيوي بيبدا يخاف فعلا ويتوتر، ولان اللحظه دي مهمه جدا لشخصيه هيوي، فهو طول الوقت كان عنده خوف من بيلي بوتشر، لان بوتشر بالنسبه ليه بيمثل نوع من الفوضى والجنون هو مش متعود عليه. محدش عارف بوتشر ممكن يعمل ايه بعد كده. وده بقى بيبان كمان في اللي بيحصل مع فرنش وفيميل. في الوقت ده هيو بيتكلم مع فرنشي والمحادثه بينهم بتخلص بسرعه، وبعدها بيتكلم مع فيميل والاتنين بيبداوا يتكلموا عن كل اللي حصل بينهم. لكن في وسط الكلام ده بيسمعوا صوت غريب، صوت كانه حاجه بتتفاعل. بيبداوا هنا يدوروا في الشقه، وفجاه بيكتشفوا ان في كميه ضخمه جدا من السي 4 موجوده في المكان، والتايمر ثانيتين بس، وبكده فرنش وفيميل انتهوا. المكان كله اتفجر يا جماعه. وبوتشر يكون كده خلاص خلص على عدوين كمان من الفريق. هو بشكل منهجي ومنظم بيقتل كل فرد من افراد فريقه واحد ورا التاني. خلص على ام وخلص على فرنش وفيميل، والشخص اللي جاي في القايمه هو مين؟ هيوي. لان كل ده في النهايه بيوصل لمواجهه مباشره بين بيلي بوتشر وكمان هيو، والسبب ان مونكي كان بلغ هيو ان بوتشر دخل مبنى امباير ستيت، وبوتشر كان موجود هناك، والبلاغ بيقول ان في هجوم ارهابي هيحصل في المكان ده، فبالتالي كل الناس لازم تخرج من المبنى. وبالفعل المبنى كله تقريبا اتعمل له اخلاء. هو عنده نوع من السلطه اللي تخليه يعمل كده، لانه لسه شخص عنده قدره من النفوذ جوه السي اي اي، حتى لو مش بالدرجه اللي تخلي اي حد مهم يهتم بكلامه. لكن لو انت مثلا ضابط شرطه او حارس امن او اي حد مسؤول عن تامين المكان، وفجاه واحد دخل عليك وبيقول لك مثلا انا ضابط شرطه ودي البطاقه بتاعته وفي هجوم ارهابي هيحصل هنا ولازم كل الناس تخرج، طبعا هتعمل اللي يقول لك عليه، لان ده شغلك وانت المفروض تنفذ الاوامر وما تقعدش تسال اسئله كتير. وعشان كده هو بيوصل في الاخر لاستنتاج ان اللي هيحصل غالبا هيكون مواجهه واحد لواحد بينه وبين بيلي بوتشر. واللحظه دي هي حلوه جدا، لان هو اول ما بيوصل بيبدا يتوتر جدا ويخاف، لان بصراحه بيلي بوتشر شخص مرعب ومهيب. هو من النوع اللي اول ما يتكلم الناس بتسمع، عنده صوت وطريقه كلام فيها سلطه وسيطره بشكل واضح جدا، فطبيعي ان هو يبص ليه ويخاف، خصوصا انه عارف ان بوتشر ممكن يتفوق عليه بالقوه بسهوله. لكن في الاخر هو بيشد نفسه وبيقرر يواجهه، وبيبدا فعلا بينهم خناقه. وفي اثناء القتال واحد منهم بيتعلق في قطعه من زجاج الشباك، والاتنين هنا بيقعوا من المبنى. وهنا بتحصل بقى حاجه غريبه، هو بيقع وبينزل على واحد من الاسياخ، ودي بصراحه طريقه غريبه جدا انه وقع بيها. اما بالنسبه لبيل بوتشر فبعد ما بيقع هنا بيتصاب اصابه شديده جدا، وبيصاب كمان بالشلل من رقبته لتحت. وعشان كده المواجهه نفسها مش طويله قوي، مفيش معركه ضخمه ولا خناقه اسطوريه. القتال هنا كله تقريبا بياخد صفحتين او ثلاثه، وحتى مش خناقه بالايد بالشكل التقليدي. وده غريب فعلا، لانك تتوقع ان كل الاحداث دي هتوصل لمعركه ضخمه بين هيو وكمان بيلي بوتشر. تتوقع معركه في كل ارجاء المبنى حرفيا، الاثنين يضربوا في بعض، يكسروا اعمده، يرموا بعض من فوق المبنى، ويقعوا من ارتفاع مئات الاقدام كمان، حاجه ضخمه ومجنونه. لكن ده مش بيحصل خالص هنا. بدل من كل ده هو كان في الاساس مرتب الموضوع بحيث يضمن ان السلطات توصل للمكان في وقت معين. وفي جزء تاني مهم جدا هنا، وهو موضوع شركه فوت. السؤال بقى ايه اللي هيحصل لشركه فوت بعد كل اللي حصل؟ وهنا بنكتشف حاجه مهمه جدا. لما نيجي لشخصيه ستيلويل، او اعتقد ده اسم الراجل يعني، ونشوفه وهو بيتكلم مع الست الشابه دي وبيحاول يقرب منها ويخليها كمان تثق فيه، بنكتشف ان كل ده كان جزء من خطه اكبر. هو كان بيجهزها عشان خاطر تكون كبش فدا، يعني كان بيقول لها انت دلوقتي بقيت جزء مهم جدا من شركه فوت، وانت كمان هتبتدي تاخدي مكان العمليات اللي انا كنت مسؤول عنها، وانا هطلع لمستوى اعلى في الشركه. لكن الحقيقه ان الهدف من كل ده كان انه يجهز شخص تاني يشيل المسؤوليه بدل منه. هو كان بيديها المعلومات وبيخليها تشارك في تنفيذ جزء كبير من الحملات والعمليات، وفي نفس الوقت كان هو بيبعد نفسه تدريجيا عن الصوره. وبمجرد ما كل الاحداث اللي حصلت في اخر كام فيديو بدات تنكشف، الراجل ده عمل حركه ذكيه جدا، اتبرأ من كل حاجه، وبعدها قرر يبقى شاهد لصالح الحكومه في التحقيقات اللي بتحصل في الكونجرس. وفجاه بقى عنده كل المعلومات اللي تثبت الحاجات اللي شركه فوت كانت بتعملها. يعني الراجل ده تقريبا كده قال انا ماليش دعوه، هي اللي كانت بتعمل كل ده، وبالتالي الست دي بقت هي اللي في وش المدفع، هي اللي بقت شايله الليله دي كلها لوحدها. وبصراحه رغم ان الحركه دي كانت قاسيه جدا بالنسبه ليه، الا ان هي كانت اذكى حركه ممكن يعملها الراجل عشان خاطر ينقذ نفسه. وده اللي بيخلي الموضوع مهم، لان الراجل ده كان منفصل تماما عن كل اللي حواليه، ما كانش فارق معاه حد. كل اللي كان بيعمله طول الوقت هو ان يحاول ينقذ نفسه ويحافظ على المصالح بتاعته. فالست دي كان المفروض تكون واخده بالها من ده، لكن في نفس الوقت هي كانت مفتونه بفكره ان هي تطلع في الشركه وتوصل لمكانه اعلى، لدرجه ان هي ما قدرتش تشوف الصوره كامله، وفي النهايه هي اللي اتورطت. ومن وجهه نظرها كانت فاكره احنا الاثنين هنخرج من الموضوع ده وايدينا نظيفه، خصوصا ان هي كانت بتحارب وتشتغل لصالحه ولصالحها هي كمان. لكن في الاخر هو باعها ورماها تواجه المصير لوحدها، وده شيء مؤسف جدا بالنسبه ليها. بس يمكن دي طبيعه عالم الشركات، معرفش بصراحه، ومش عاوز اكون جزء من عالم بالشكل ده. في الوقت ده بقى بيلي بوتشر لسه متعلق فوق في المبنى بتاع امباير ستيت، ومصاب كمان بالشلل من رقبته لتحت، وبالتالي المفروض ان الشرطه هتقبض عليه وهيترمي في السجن. وده بقى في النهايه يكون نهايه قصته. لكن قبل ما ده يحصل بوتشر بيعمل اخر حاجه. هو كان عارف ان هو لو اتحط تحت الضغط بالشكل الصح ممكن في النهايه يلجا للعنف، ولو اقنعه ان في سبب منطقي او مبرر كمان يخليه يعمل كده، هو ممكن يقتل. وعشان كده بوتشر بيقول له انا قتلت عيلتك بالتبني، انا قتلت كل الناس اللي كانوا في البيت،
وهو على طول بينفجر من الغضب، والسبب ان ده اصلا كان اللي هو عاوز يعمله. هو كان عاوز يقتل بوتشر من الاساس، وبوتشر كان عارف ده، لكن المشكله ان هو عمره ما كان قادر فعلا يعملها. هو مش الشخص اللي يقدر يبص لحد ويقرر ببساطه انت لازم تموت وخلاص على كده. عمره ما كان قادر ياخد القرار ده، وعشان كده بوتشر دفعه للاتجاه ده. لان البديل بالنسبه لبيل بوتشر كان انه يقضي بقيه حياته في السجن وهو مشلول من رقبته لتحت، ويبقى مجرد ظل للشخص اللي كانه زمان. ففي النهايه هيو بيقتل بيل بوتشر، لكن بعد ما بيقتله هيو بيروح يتصل بعيلته، وهنا بيكتشف المفاجاه، عيلته عايشه وبخير، محدش مات وكلهم كويسين. يعني اخر خدعه عملها بيلي بوتشر كانت انه تلاعب بهيو وخلاه يقتله، وفي نفس الوقت انقذه من مصير اسوأ، لان هو كان ناوي يسيب بيلي بوتشر للشرطه عشان يدخل السجن، وكان رافض تماما انه يفضل تحت سيطرته او يفضل كمان ماشي وراه. لكن في النهايه بوتشر كان عنده اخر ضحكه، لان حتى بعد موته قدر يتلاعب بيه ويخليه يعمل اللي هو عاوزه. يعني كانه بيقول انت كنت فاكر انك خلاص بقيت حر مني؟ لا، انت قتلتني عشان خاطر انا خليتك تعمل كده. وده تقريبا اللي بتنتهي بيه القصه. طيب في خاتمه كمان اضافيه للقصه دي ممكن نتكلم عنها في وقت تاني، لانها برضه مثير للاهتمام، لكن بشكل عام القصه دي كانت فعلا جامده جدا. ذا بويز قصه مميزه لانها بتاخد افكار السوبر هيروز التقليديه وتقلبها تماما على دماغها، لكن في نفس الوقت ده بيرجعنا لطبيعه الكاتب نفسه، لانه شخص سوداوي ساخر جدا وعنده نظره متشائمه جدا تجاه النوع ده من القصص. ولكن مع كل ده احنا كده وصلنا لنهايه القصه فعلا. فكالعاده بقى استنى في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا اول مره على القناه ما تنساش بقى سبسكرايب شير كومنت لايك عشان خاطر يوصلك كل جديد اول باول، واشوفكم بقى الفيديو اللي جاي. سلام.